أنت تعرف أنك تكذب، كل أنت تعرف الوثائق. أنك تدلل، أنت تعرف قل لي ذلك. عكس واحد، ولهذا قل لي مطلب واحد. على ماذا تفاوض حماس؟ هل هناك مطالب وطنية حقيقية تتطلب من حماس أن تتمترس خلفها حتى تستعيدها لصالح الشعب الفلسطيني وليس لصالح حزب، فئة، تنظيم، جماعة؟ على ماذا تفاوض حماس؟ يعني أغامر بالقول وأنا لدي كل الوثائق، بالمناسبة ما أقوله الآن لدي كل الوثائق حول ما سأقوله. في الخمس جولات السابقة من 2008 حتى 23 التي قامت مصر في وقتها، من وقتها حتى 23 بشكل خاص وحصري بالوساطة بين إسرائيل وبين حماس، لا يوجد أي اتفاق أبرمته مصر بين إسرائيل وبين حماس مطلبا وطنيا واحدا. هذا الكلام لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يدخل عقل طفل صغير. لا يمكن يقبل. قل لي مطلب وطني واحد فوضت عليه حماس. أنا لو سمحت لا قاطعتك ولا شيء، رغم طب دكتور سمير بيسألك سؤال في صلب الموضوع بغض النظر عن المقاطعة. قول لنا ايه هي المطالب الوطنية اللي تبنتها حماس؟ هو يتحدث عن وثائق يأتي لي بوثيقة واحدة مما قاله. طب دكتور سمير لحظة واحدة، ما أنا خلاص خدت الكلمة وأنا بوجهه وهو بوجه له السؤال. تحدث به سمير غطاس كذب بواح ولا أساس له من الصحة ولا يملك معلومة واحدة، ولهذا عليه ألا يقاطعني، لأنه مقاطعتي له لمقاطعته لي معنى أنه يريد. دكتور سمير معلش حضرتك ادينا فرصة علشان يكون في يعني تواصل. معلش اتفضل سيد ابراهيم مدون. طب بس جاوب على السؤال، قول لنا مطلب وطني تبنته حماس في مفاوضاتها مع إسرائيل. ليست لها أساس. أنا لا بوثيقة واحدة على جماعتك. تأتي لي بوثيقة واحدة. خالد مشعل وموسى أبو مرزوق بوثيقة واحدة. أنت تعرف أنك تكذب. أنت تعرف أنك تدلل. قل لي عكس واحد. قل لي مطلب واحد طلبت به حماس أقر في الاتفاقات التي قررت من 2008 ل 23. قل لي مطلب وطني واحد. ما بسمح لك تتكلم، ما بسمح لك تقاطعني. اتفضل سيد ابراهيم مدون خلاص، بس جاوب على السؤال، ايه هو المطلب الوطني اللي كانت بتركز عليه حماس في مفاوضاتها من 2008 لغاية الآن؟ أنت مين؟ عشان تقول لي اسمح لك او لا اسمح لك. انا فوضت مسؤولينك الكبار تقول لي لا اسمح لك. لا يجعلني اتكلم. طب دكتور سمير معلش حضرتك ادينا فرصه بس، انا بساله السؤال اللي حضرتك سالته. يشوش لانه هو تحدث بكذب ويريد ان يمرر هذه الاكاذيب. هذه الاكاذيب لن تمر. اسكت لكي اتكلم. سيب انت وانا قلت لك قل لي مطلب واحد طلباته حماس واقر من 2008 لغايه 23. دعني اتحدث لكي اجيب لك. اولا وتهذب وانت بتتكلم، لا تقول اكاذيب ولا تقول الكلام التافه اللي انت بتقوله زيك ده. طيب اتيني بوثيقه واحده. انت قلت لدي وثائق، هات وثيقه واحده. انت تتحدث اخرج لي وثيقه. انا اتحداك اذا جئت بوثيقه واحده اخرج لك دلوقتي يا تافه. انت اللي تافه. انت طب دكتور سمير لحظه واحده بس، انا عايز اعرف ايه هو المطلب الوطني اللي كان بيتبناه حماس في المفاوضات السابقه. يا دكتور النقاش لازم تجيب من نفس المستوى، مش تجيب صحفي تافه. انا فوضت وحاورت خالد مشعل وموسى ابو مرزوق، لا يمكن ان احنا ننزل بهذا المستوى. طب دكتور سمير لحظه واحده بس معلش، خلينا نجاوب على نرجع للموضوع يا اخوانا. سيد ابراهيم